هيبكي اللي بيكون قاعد مع صديقه الانتيم دايتشي على القهوه وبيتكلموا عن الابلكيشن الجديد اللي بيعرفك هتموت ازاي وامتى بالظبط، يا دوبك بس تحط صورتك عليه. الاتنين بيقولوا ما نجرب وبيعملوا كده فعلا، والبرنامج بيقول لهم جاري التحميل. ولما بيوصلوا على المحطه علشان يروحوا الفيديو بيكون خلص وبعت لهم بيشغلوا طريقه موتهم يا معلم هي من خلال القطر اللي جاي دلوقتي. ده اللي هو ازاي يعني العيال بتقلق وبيقرروا ان هم يخلعوا، ولكن بوم الارض بتهتز والدنيا بدات ان هي تتدمر والقطار بيخرج من على سكه الحديد وبيقع على اصحابنا بيكبسهم كبسه سوداء وهم تحت الانقاض. التليفون بيشتغل وبيسالهم سؤال واحد، عايزين تعيشوا ولا تموتوا؟ طبعا بيختاروا يعيشوا، وده بالظبط اللي عمله هيب وضاي. وفي اقل من ثانيه الاتنين بقوا واقفين زي الحصنه. بس اللي هو ازاي يعني احنا كنا من شويه ميتين. واللي بيزود استغرابهم اكتر واكتر الوحش دوت اللي عمال ياكل في جثث البشر، اللي ساعتها بيحس ببنت اسمها نيتا فبيروح علشان يخلص عليها. البنت بتكون خايفه جدا وخلاص هتتاكل، ولكن وفجاه ايديها بتضيق باللون الازرق والتليفون بتاعها بيستدعى شيطان اللي بضربه واحده بيخلص على الوحش. ونفس اللي حصل معاها بيحصل مع دايتشي. وبعد ما بيخلعوا من المكان بيجي لهم رساله على الموبايل تم الاستدعاء بنجاح. قال لا هي ناقص حيره اكتر من اللي احنا فيها ديت ولا ايه؟ بيطلعوا بره المحطه والدنيا مقلوبه على الاخر والشبكه واقعه ومحدش عارف يتكلم مع اهله. من الاخر العالم ولع. الجمعيه الخيريه بتوصل بتكون عايزه تقدم الدعم للناس، ولكن المنظمه السريه دي بتمنعهم. احنا هنتكفل بالموضوع، ودوت كان كلامهم. وقائده الوحده الثانيه بتبص للسماء وبتقول شكلنا كده هنضطر ان احنا نستخدم الشياطين، وشكلها كده بتتكلم عن اللي تم استدعائهم من التليفونات. المهم اصحابنا بقى دول عرفوا ان املهم الوحيد هو فهم قصه الابلكيشن ده، لان واضح كده ان هو اساس كل المصايب ديت. الليل بيحلوا لغايه دلوقتي ما فهموش اي حاجه، وبدون سابق انذار ظهر وحش على شكل ايس كريم. والله زي ما سمعت كده، ومن غير اي سلام ولا كلام بوم بينفجر في وشهم، واللي بيحاول يخلع بياخد طلقه في دماغه او في جسده. المحطه اتقلبت لبركه دماء. هيب بيقول لنيتا استدعي شيطانك بسرعه علشان في صاروخ نزل علينا دلوقتي. وفي اخر لحظه الاستدعاء بيتم وبيصد الصاروخ وبيحميهم، بس الوحش التاني مش بيرحمه وبيخرم فيه. هيبكي بيوصل له فيديو من نفس الموقع الشخص اللي هيموت دلوقتي. الواد بيشغله وهنا كانت الصدمه، ضاي هو اللي هيموت. وفي نفس الوقت دوت الوحش بيعمل انفجار بيلغي الاستدعاء. اما بقى ضاي بيكون راكب الشاحنه ديت، ايوه قرر ان هو يضحي بحياته علشان اصدقائه يعيشوا. بيعمل كده فعلا، ولكن الوحش لسه ما اتدمرش. هيب بيصرخ حسره وقهر على صاحبه اللي مات وما عرفش يعمل له اي حاجه، وفي وقتها بتخرج منه طاقه مدمره بتغطي المكان كله لدرجه ان هي بتوصل عند المنظمه السريه اللي بيحاولوا يقيسوا مقدار القوه ديت، ولكنهم ما بيعرفوش لان هيب بيستدعى بياكو واحد من الشياطين الاربعه. واول امر بياخدوا منه دمر الوحش دوت سمعا وطعن وبينقض عليه. التاني بيهجم عليه فدوت بيقدر ان هو يتفادى كل هجماته، وهي حركه في التانيه بيستخدم سحر البرك عليه، بوم بينسفه من الوجود. وبعدها بيتم الغاء الاستدعاء، وبكده بقى الشيطان بتاع هيبكي رسميا اللي بيكون لسه زعلان على صاحبه اللي مات وما عرفش يعمل له اي حاجه. ولكن الصدمه لما بيبص فيه ايوه صديقه لسه ما ماتش، ودوت بسبب شيطان نيتا التاني. وشكل كده ان كل شخص يقدر ان هو يستدعى اكتر من شيطان، واللي بيكون متابع كل دوت من بعيد ايوه المنظمه السريه اللي بيوصلوا لغايه عندهم وبيقبضوا عليهم وبياخدوهم على مبنى المحافظه اللي بيكون ليه طوابق سريه. بيوصلوا للطبق السفلي نيتا وطايشي بيتحبسوا في اوضه لوحدهم. اما بقى هيبكي بيكون مع البنت ديت اللي بيسالها وانا ليه ما اتحبستش مع اصدقائي، فهي بتقول له علشان انت مختلف. وبتعرفوا على المنظمه السريه بتاعتهم واللي اسمها شيبس، وكاله تم تاسيسها من خلال الحكومه اليابانيه. وانا قائده الوحده الثانيه ساكو، ومهمتنا حمايه المواطنين من الطاقه الروحيه، ودوت من خلال الحواجز اللي بنعملها اللي بتمنع الشياطين ان هي تخش لعالمنا. بس في الفتره الاخيره ما قدرناش ان احنا نسيطر على الوضع، وبسبب كده احنا في الحاله ديت. الواد ما كانش مصدق اي حاجه من اللي هي بتقولها، ولكن لما بيفكر في الموضوع بمنطقيه بيبدا ان هو يقتنع. ساعتها بيوصل قائد المنظمه بنفسه وبيقول له انت استدعي بياكو واحد من الرموز الاربعه، ودوت مش قط صغير اي حد يقدر ان هو يستدعاه، ولذلك انا جبتك هنا علشان اقيس مقدار قوتك لانك حاليا اقوى مستدعي شيطان في العالم. الواد بيقول لهم طب ازاي تليفونات عاديه تقدر ان هي تستدعي مخلوقات بالقوه ديت؟ فبيقولوا له لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش ولا حتى مين اللي صنعه، ولكن احنا ماشيين في الموضوع. هيبكي بيقول لهم يعني انتوا كنتوا عارفين اللي هيحصل ورغم دوت ما انقذتوش المواطنين؟ فقائد المنظمه اللي بالمناسبه بيكون اسمه نايتو بيعرفوا ان الوحش اللي ظهر دوت قوته لا تقارن بالوحوش السته اللي هيبداوا يظهروا من بكره. كل يوم هيظهر وحش اقوى من اللي قبله واسمهم هم التريون، واحنا لو ما قدرناش ان احنا نتصدى ليهم عايزك تقول على الارض يا رحمن يا رحيم. وطبعا الطريقه الوحيده للتصدي لهذه الوحوش الظهريه هي من خلال الشياطين اللي بيتم استدعائها من التليفونات. فاختار عايز تكون معانا ولا لا. وعند قسم التكنولوجيا العلماء هناك بيكونوا بيحللوا في تليفونات اصدقائنا اللي بيكونوا مختلفين عن اي جهاز تاني، وخصوصا جهاز بطلنا، ودوت لان جواه قوه عاتيه مجهوله المصدر. فبيوقفوا التحليل دلوقتي لحد ما يشوفوا هيعملوا ايه. هيبكي بيرجع لاصدقائه وعمال يفكر انضم للمنظمه واحارب الوحوش جنب الشياطين ولا ارجع لبيتي. دماغه هتنفجر من التفكير
الزايد اعمل ايه؟ وبسبب ان هو بيفكر بصوت عالي اصحابه بيصحوا بيقولوا له هو ايه اللي هيحصل لنا، فبيقول لهم مفيش اي حاجه احنا راجعين للبيت دلوقتي. وبالفعل سايكو بتاخدهم وبيبداوا ان هم يتحركوا علشان تروح كل واحد لبيته. ايه اللي هيبكي اللي بيكون عامل الصفقه معاهم وهي ان هو ينضم للمنظمه، وده بسبب قوته الكبيره. في المقابل هيطلقوا سراح اصدقائه الاثنين طبعا بيكونوا رافضين رفض تام، ولكن خلاص تمت الصفقه ما بينهم. بيوصلوا لمنطقه نيتا ولكن كانت مدمره بالكامل. البنت بتنهار وبتقول عيلتي كلها ماتت. بتكون عايزه تليهم حتى لو هم جثث، فبيوقفوها بيقولوا لها تعالي نبص عليهم في الملاجئ الاول يمكن موجودين هناك وما ماتوش. البنت بتقتنع وبيوصلوا لهناك فعلا على طول بتسيبهم وبتروح تدور عليهم. هيبيكي بيقول للسيك منظمه شيبس تقدر ان هي تحتوي بكل دوت اللي ما بيخليكمش تعملوا كده، فبتعرفوا ان هم ولا شرطه ولا منظمه خيريه، هم عندهم مهمه واحده ولازم ينفذوها. بتديهم تليفوناتهم وبتقول لهم ان هي سجلت ارقام المنظمه علشان لو حاجه خطر حصلت يقدروا ان هم يتواصلوا معاهم بسرعه، وبتسيبهم وبتمشي. اما نيتا بتكون عماله تجمع معلومات عن عيلتها ولكن بدون اي فايده. الاثنين بيحاولوا يساعدوها بس ما فيش حد عارف اي حاجه، فالبنت بتفضل تعيط. هيبيكي بيروح يجيب شويه عصير لعل وعسى يمكن يهون عليهم شويه، ولما بيرجع من حيث لا يحتسب بوم وحش طائر بيقتحم المكان. الكل بقى في حاله هلع وبيحاولوا يهربوا. الهب اللي بيستدعى بياكو بيبدا ان هو يقتل فيهم علشان البقيه يهربوا، بس المشكله ان هو كل ما بيقتل في الوحوش بتظهر من تاني كأن عددهم ما بيخلص. دايتشي بيكون عايز يساعده ولكن الشيطان بتاعه مش في وضع القتال، فكل الحمل دلوقتي عليك يا هيبيكي. فبيقول له ما تقلقش انا هتعامل مع الوضع. بيفعل قوته بالكامل بيخلي الشيطان بتاعه يقتل في كل الطيور اللي بتظهر، لكن عددهم مش بيقل اصلا. دايتشي بيكون منهار وبيقول له يا ابني انت مجرد طالب، انت ايه اللي بيخليك تتحمل كل العبء ده كله؟ فبيقول له ما انا لو ما عملتش كده مفيش حد هيجي ينقذنا، فانا مضطر اعمل كده على الرغم ان انا خايف. وفي وسط ما الوضع في حاله يرسلها سايكو بتتدخل بالشيطان بتاعها اللي فعلا بعد ظهورها بتقدر ان هي تكتشف نقطه ضعف الوحوش ديت وهو التليفون ده اللي بتدمره. في نفس تلك الاثناء هيبيكي بيدي الامر اللي بياكل ودمر كل اللي موجودين ودوب بهجوم مدوي سمعا وطاعا بينسفهم عن بكره ابيهم. الواد بيستريح وبيبص وراه ولكنه بينصدم. ايوه المواطنين خايفين منه ودوب بسبب قوته، ما بيفكرش في الموضوع كتير وبيرجع لنايتو وبيقول انا هنضم للمنظمه علشان ما اخليش الوحوش دي تدمر العالم اللي انا عايش فيه. واصحابه بيكون عندهم نفس الراي ونايتو بيرحب بالثلاثه، بيكلفهم باول مهمه ايجاد العليمه كاجويا اللي اختفت من فتره في ظروف غامضه، وبما انها واحده من اهم المشرفين على الابحاث والتحقيقات بتاعه الوحوش والشياطين فاحنا لازم نلاقيها. دي بقى هي مهمتكم الاولى، يلا وروني همتكم. فبيوافقوا على طول. تاني يوم بيركبوا القطار السري المخصص لمنظمه شيبس وهم جوه. دايتشي بيعرفوا ان هو اشترى درع للشيطان بتاعه علشان يكون اقوى ودوت من خلال المزايا اللي موجوده على التطبيق. هيبيكي اصلا ما بيكونش معاهم لانه اكتشف ان القوه اللي معاه ديت مسؤوليه كبيره جدا. اي نعم هو كان رافضها في البدايه ولكن دلوقتي لا، طالما ان هي هتساعده ان هو ينقذ اصدقائه. بيوصلوا للمكان المنشود وبيتعرفوا على الاثنين دول اللي تم توظيفهم من امبارح زي اصحابنا. الاولى اسمها لولا اما الرخم دوت اسمه شين. بيتحركوا علشان يوصلوا للمعمل ولولا في الطريق بتعرفهم ان العليمه ديت محدش قدر ان هو يلاقيها على الرغم ان تم البحث عنها لفتره طويله. بيوصلوا للمعمل اللي ما بيكونش اتلمس من ساعه لما هي اختفت. بيفضلوا يدوروا يمين شمال لعل وعسى يمكن يلاقوا غرض يوصلهم ليها لكن ما فيش اي فايده. وشين ما بيكونش معاهم لانه بره وعمال يحارب في الوحوش، وساعتها بيلمح شيطان بيطير في الجو فبيقرر ان هو يتتبعه. المهم نرجع لاصحابنا اللي بقالهم اكتر من ساعتين بيدوروا ولكن ما لقوش اي دليل. وهيبيكي في لحظتها بيحس ان نايتو حطهم هنا علشان يستدرك احد ما، وبالفعل نايتو عمل كده والمنشود بيقول زي ما انت عايز وبيبلع الطعم وبدا يخترق المنظمه بالكامل. المبرمجين بيحاولوا يوقفوه ولكن مش عارفين. الطبق الاول تم اختراقه ما هي الا ثواني معدوده، الطبق الثاني نفس الكلام. هيبيكي بيرجع مع البقيه بيكون عايز يقدم المساعده ولكنهم بيرفضوا لانه مبتدئ. الطبق الثالث تم اختراقه وبعديها الرابع، وبكده تم التاكيد ان في خاين وسطهم بيساعد الوحوش. بيحاولوا يحددوا مكانه ولكن مفيش اي فايده. في لحظتها بيتم نشر الفيديو الجديد على الموقع. الشخص اللي هيموت لولا بتخش عليه وعلى طول بتنصدم لان اللي هيموت هو شين. هيبيكي دماغه بتشتغل زي الكمبيوتر وبيطلب من البنت ان هي ترجع الفيديو من تاني علشان يدقق في التفاصيل. بتعمل كده وبيقدر ان هو يحدد مكانه جنب موقف السيارات اللي عند المهرجان، وعلشان يتاكد بيخلي فريق التجسس يعرفوا مكانه وفعلا كان هناك. وقبل ما يوصل للمكان المنشود اللي هيموت فيه بيخلي فريق الدعم يتصل بيه علشان ما يتحركش من مكانه، ولكن لقد فات الاوان. الوحش بيظهر من وراه وبيهجم عليه ولكن على حسن الحظ بيقدر ان هو يتفاداه. وفي تلك اللحظه نايتو بيكلف هيب بالمهمه دي. بيساله انت كنت عارف ان دوت هيحصل صح؟ ما بيدلوش اي اجابه وبيقول له اخلص. بيتحركوا في نفس الوقت اللي ظهر وحش تاني شين بيستدعى شيطانه اللي بينقض عليهم واللي بياخد منه واحده ما بياخدش الثانيه ونزل رد ما فحت فشخ فيهم. ولكن الغريب عدد الوحوش مش بيقل اصلا، وبسبب كده في واحد من الوحوش بيهجم على شين. اي نعم بيتفاداه ولكن بيكون هيقع على مسمار يجيب اجله، الا ان اصحابنا بيوصلوا على اخر لحظه وبينقذوه. بياكو بيكون تم استدعائه ودوت ما بيرحمش يا معلم، بيخش فيهم حرفيا بدماغه. بيفهموا الوضع من شين ان هم لو لقوا التليفون اللي بيستدعي الوحوش ديت ودمروه كده الموضوع هينتهي، بس المشكله ان هم مش عارفين يحددوا مكانه. واللي بيزيد الطينه بله ان الدعم اللي كان هيوصل لهم كلهم ماتوا
وقعتوا على ايد الوحوش كده ما بقاش غيركم، انتوا لازم تتعاملوا مع المخترق ده اللي هو اصلا بعيد عنكم ب 50 متر. فبيحطوا خطه واللي هي كالتالي: نيتا وتايتشي هيروحوا يدوروا على الشخص ده، اما بقى الثلاثه اللي بيقدروا ان هم يقاتلوا بالشياطين بتوعهم هم اللي هيفتحوا لهم الطريق، وهو دوت اللي بيحصل. والشياطين عامله شغل فخر من الاخر في الوحوش، بس بما ان عددهم لا محدود الثلاثه بيتعبوا. وفي تلك الاثناء في المنظمه تم اختراق 50% من الحاجز. نايتو ما بيليش اي حل قدامه غير ان هم يفعلوا تقنيه الماديلتا، بس ازاي التقنيه ديت لسه ما اكتملتش وممكن اللي احنا فاكرينها نعمه تتقلب نقمه. فبيقول لهم مفيش اي حل تاني، يلا فعلوها. وبالفعل بينفذوا الكلام وبيتم شل حركه كل الوحوش ولونهم بيتغير. وعلى الناحيه الثانيه الاثنين بيكونوا حددوا مكان المخترق. نيتا على طول بتستدعي الشيطان بتاعها لسه بيكون هتهجم بيه، ولكن بوم بيتم تدمير استدعائها من خلال الشيطان دوت اللي بيرميها من دور عالي جدا، خلاص هتموت. ولكن شين بيخلي الاستدعاء بتاعه ينقذها. لولا بتستغل الفوضى ديت وبتقدر ان هي تحدد شخصيه المخترق، وهنا كانت الصدمه. هي الباحثه اللي بيدوروا عليها، وشكل كده ان العدو عمل لها غسيل مخ علشان تكون في صفهم. هيبيكي انت الوحيد اللي هتقدر انك تتعامل مع الشيطان دوت، فيلا اتحرك. اللي بدون اي مقدمه بيخلي بياكو يهجم بالبركه بتاعه على الشيطان، ولكن دوت بيقدر ان هو يتصدى ليها بكل سهوله. الشيطان لولا بيهجم بس ما كانش فيه اي تاثير، وبنظره واحده بيقدر ان هو يفرتكه. هيبيكي ما بيستسلمش وبيخلي بياكو يشتت انتباه الشيطان، وفي تلك الاثناء استدعاء شين هيخلص عليه. وفي نفس اللحظه تايشي هيدمر جهاز الكهرباء بتاع المخترق. الخطه بتتم بنجاح، الكل فرحان الا نايتو علشان الوضع لسه ما انتهاش، لان بدون سابق انذار في وحش بيظهر وبيكون بيتكلم. انتوا البشر فعلا اغبياء جدا، وبوم صاعقه مضويه بتنزل على المكان. وبما ان هيبي ما ينفعش يموت فشين بيبعده، هو اللي بيتلقى الضرر كله. وبسبب ظهوره العليمه بتقدر ان هي تخترق الحاجز بالكامل. هو بيختفي وهي بيغموا عليها. وفي وسط الدمار ده كله اصدقائنا بيقوموا من تحت الحطام، وهنا كانت الصدمه الكبيره. شين مات بنفس الطريقه اللي جات لهم على الموقع. هيبيكي بيفضل يلوم في نفسه علشان هو اللي كان المفروض يموت مكانه، واللي بيزيد التنبله ان هم كانوا عارفين الطريقه اللي هو هيموت بيها، ورغم دوت ما قدروش ان هم يعملوا اي حاجه. وبما ان الحاجز تم اختراقه بنسبه 100%، في وحوش بدات ان هي تظهر، ومنهم واحد قوته عاتيه. الدبابات بتحاصره بتهجم عليه من كل حته، بس انتوا بتزغزغوه ولا ايه؟ ودوت اللي بيضايقه علشان كده بيطلع من جسده وحوش صغيره وبيسلطوا عليهم، واللي اول لما بتلمس الدبابات بتتفنجر على طول. بيظهر بقى نفس الشيطان فوق الجسر وجنبه الشخص ده اللي بيقول بما اننا اخترقنا الحاجز فالوحوش الشيطانيه هتبدا ان هي تخرج وهتعيش في الارض فسادا، وبكده البشريه هتنتهي. نايتو بيوصلوا الخبر وبيعرف ان دوت واحد من الوحوش الست. ايوه النهارده كان اول يوم، فبيؤمر بالتصدي للوحش دوت باي طريقه ممكنه علشان لو وصل لشرق المدينه هيدمر الحاجز الرئيسي، وبكده المدينه هتتدمر عن بكره ابيها. وبما ان الوحش دوت واحد من السته فمش اي حد يقدر ان هو يتعامل معاه، فبيرسلوا اقوى مستدعين شياطين علشان يتصدوا ليهم. نروح بقى لدايتشي اللي بيكون متضايق لانه مش هيشارك في المعركه ديت، فالجندي دوت بيعرفوا ان هو مستوى ضعيف علشان كده مفيش بس غير هيبيكي هو اللي هيشارك منهم، وعلشان ما يدمرش نفسيته بالكامل بيوكله باحدى المهام. نايتو بقى بيكلم هيبيكي اللي بيكون واقف فوق السطح دوت وبيقول له انت ورقتنا الرابحه، ولذلك هتكون في خط الدفاع الاخير، ومهما حصل مهما شفت ما تتحركش من مكانك غير لما اديك الاشاره، حتى لو اللي في الخطوط الاماميه بيموتوا بيتقطعوا وبيتعذبوا اعتبر نفسك جبل ما بتحسش. الواد اصلا بيكون عايز يشتكي له علشان شين مات، فبيقول له دي كانت تضحيه مطلوبه، فلو مش عندك العزيمه سيبنا وامشي. فبيقول له لا انا لازم ننقذ العالم ومش هسمح باي تضحيات تانية. اما بقى وعلى الصعيد الاخر الخطوط الاماميه بيفعلوا كنتم بيحاولوا ان هم يتصدوا للوحش ولكنهم مش عارفين، استدعاءاتهم كلها بتتدمر، واللي بيزيد التنبله ان هم بيموتوا بضربه واحده. تم سحق خط الدفاع الاول عن بكره ابيه. الوحش بيفعل سحره بيجمد المنطقه بالكامل وبهجوم مدوي بيهجموا على برج الطاقه الروحيه، ولكنهم بيقدروا ان هم يتصدوا ليه. ولكن وعلى اثر ذلك كل اللي حاولوا يوقفوها ولو ثانيه واحده ماتوا. دايتشي بيتصل بهيبيكي وبيقول له اهرب من عندك انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. لسه بيكون هيكمل كلامه الا ان نايتو بيقفل الخط. هيبيكي بيتصل بيه وبيقول له انا كنت هقدر ان انا اوقف الهجوم دوت بقوه بياكو، ايه اللي ما خلاكش تعمل كده؟ فبيعرفوا ان هم ما يعرفوش قوه العدو، فكان دوت ضروري. تبا لكم كلكم بيستدعى بياكو وبيتحرك علشان يوقف هذا الوحش، ونايتو ما بيوقفوش علشان جه البديل واللي هي نيتا اللي وصلت بعد ما هو مشي. لولا بقى في تلك الاثناء بيجي دورها هي والاعضاء دول اللي بيحاولوا ان هم يتصدوا للوحش ولكن مش عارفين، بيهجموا بكل قوتهم بس ما فيش حتى خدش واحد عليه، وخلاص كل اللي موجودين هيموتوا. بس انت فاكر ان دوت هيحصل؟ لا 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 والله، بطلنا بيظهر على اخر لحظه وبيقدر ان هو يحميهم وبيفعل قوه البرق القصوى وبيهجم على الوحش. بس هنا كانت الصدمه، الصواعق ما بتاثرش فيه، بياكو بيقرب عليه وفي نفس الوقت بيدمر الوحوش اللي هو بيستدعاها، طلع مخالبه وقدر ان هو يجرحه، وشكل كده ان الهجمات الجسديه بس هي اللي بتاثر فيه. وبما انهم اكتشفوا نقطه ضعف والوحش بيدرك الوضع على طول وبهجوم مدوب بينزل عليهم، وطبعا علشان هيبيكي ما ينفعش يموت كله بيضحي بنفسه علشانه، ودوت اللي حرفيا
بيخليه يتجنن، لان كل ما بيجي يموت في حد بينقذه هو اللي بيموت مكانه. وبينما هو غرقان في تلك الافكار السوداويه بيظهر الشخص ده اللي بيقول له انا اليك، انا صديق نايتو القديم اللي بيزود الطينه بله. كل دول ماتوا، عارف ليه؟ علشان يحموك. ليه؟ لانك مفيد. وبما انك مش موجود هنا، مين اللي موجود مكانك؟ ايوه بينج بونج نيتا، لانها تاني اقوى واحده من بعدك، ودلوقتي هيتم استغلالها. الواد بيتعصب وخلاص هيفقد السيطره على نفسه، بس لحسن الحظ على اخر لحظه بيتدارك الامر وبيبدا ان هو يتحرك مع بياكو. نسبه احنا بقى ونروح هناك. الوحش وصل عندهم اللي بيدمر اي حاجه تقف في طريقه. نيتا شحنت قوتها، استدعت شيطانها اللي قوته ليست بعاديه بالنسبه لكل اللي موجودين، بتتحكم في الشيطان بتخليه يهجم على الوحش من كل حته. شكلها كده هتخلص عليه ولا ايه؟ ولكن يا صديقي شكلنا كده حسدناه لانه بيتصاب، والوحش بيحرر قوته بالكامل وبيشحنها في هجوم مدوي. وقبل ما يتم اطلاق تلك الطلقه هيبكي بيتدخل وبيحاول يوقفه، الا ان الوحش مش بيستسلم وبيكمل شحن. خلاص وصل 100% وهينسف نيتا هي وكل اللي معاها بالكامل. بس انت فاكر ان دوت هيحصل؟ اكيد لا. هيب بيزود من قوته والبرق الازرق بيتحول لاحمر، وبهجوم ذري بيدمر مواته وبيبدا ان هو يختفي. الكل فرحان، لكن قبل ما الوحش يختفي بالكامل بيكون هيهجم هجومه الاخير. بس في شخص كده بيتدخل وبيقسمه النصين، وبعدها بيقول للهيبك انا بكره منظمه شيبس ونايتو كمان، ايه رايك تنضم لينا؟ والغريب ان هو بيوافق. هي المنظمه بتوصل علشان تحيي بطلنا ولكن اختفى، لم يعد له وجود. وبنعرف ان الشخص دوت اسمه لو، وهو كان عضو سابق في منظمه شيبس اللي سابها لسبب معين، واللي بنعرف ان هو سبب التمرد اللي عمال يحصل دوت. وبنعرف بقى ان المنظمه كانت فاكره ان هو مفقود. طبعا نايتو ادى امر باسترجاعه مهما حصل. تاني يوم القطار السري اتحرك جواه كتيبه لا حصر لها. ايوه تم تحديد مكان العدو. احنا لازم نوقف منظمه التمرد ديت مهما حصل. وبما ان دايتشي ونيتا مبتدئين فما بيتمش بحثهم في المهمه ديت، فهم يا صديقي اصلا بيكونوا جوه القطار. بعد ما بيلقطوا نفسهم بيجي لهم فيديو على الموقع، واول لما بيفتحوه هنا كانت الفاجعه الكبرى. اللي بيموت المره دي هو هيبكي، وعلى الرغم ان هم عارفين ان هم ضعاف ومش هيعرفوا يعملوا اي حاجه، الا ان هم مقررين ان هم يساعدوه حتى لو دوت هيكلفهم حياتهم. نرجع للمنظمه. سيكو بتقول لنايتو ما تضغطش على هيبك لانه مجرد طفل صغير، لا وكمان مواطن يعني ما تدربش ولا اي شيء. بس دوت بيسمع من اليمين بيعمل ميوت للشمال، بيتصل بالباحث اللي صراحه مش فاكر اسمها، اللي بيكون استعادت ذاكرتها، وبتبدا ان هي تسترجع الحاجز اللي تم اختراقه. اي نعم الموضوع صعب بس هي هتعملها. روحوا ناموا لانكم بقالكم كتير جدا ما استريحتوش، لكن دول بيرفضوا لان لسه ناقص 5 اعداء، فاحنا لازم نكون على اتم الاستعداد. وبعدها بيروح لمختبر التكنولوجيا وبيسالهم عن الجهاز الجديد هل هو خلص ولا لا، فبيقولوا له بس لسه ما تمش اختباره وبيخلص اليوم على كده. وفي صباح اليوم التالي بنشوف الاثنين دول اللي برضه من قتله الوحوش، اللي بيكونوا عايزين يروحوا يساعدوا منظمه جيبس بس حاسين ان هم مخبين عنهم حاجه، ورغم دوت لازم يقدموا المساعده لان لو ما عملوش كده العالم هيتدمر بما فيهم هم. على الناحيه الثانيه نيتا وتايتشي بيوصلوا لمقر المتمردين اللي بيكون فيه ناس كتيره جدا، والغريب ان دول بيساعدوهم، لا وكمان بيوفروا لهم اكل ومأوى، وشكلهم كده يسيبوا المنظمه وينضموا ليهم. ولكن وبوم بدون سابق انذار في وحوش بتظهر وبتبدا ان هي تدمر في المكان. الواد بقى بيستدعي شياطينه علشان يقتلوا، ولكن دول بيخافوا، فنيتا بتتدخل وبتخلي المساعد بتاعها ينقذ كل اللي موجودين. وبسبب اللي هم عملوه دوت تم اكتشاف هويتهم، انتم من منظمه جيبس، فبيحاصروهم من كل الجهات. لسه بيكونوا هيستخرجوا منهم المعلومات لان في وحوش بتظهر مره تانية، لكن المره دي بيتم نصفهم عن بكره ابيهم بالكامل، ودوت من خلال بطلنا هيبكي اللي شكل كده المتمردين عملوا له غسيل مخ لان اصدقائنا بينادوا عليه، ولكن دوت ولا اكنه شايفهم. بس ايه ده، هو مش كان الشيطان بتاعه نمر؟ ايه الطاووس اللي معاه ده؟ نيتا بتسال المتمردين لانهم شكلهم كده عارفين هيبكي، وبتقول لهم هو رايح فين؟ تقريبا كده هيقابل الزعيم. نروح له بقى ايه اللي بيكون معلوم، اللي بيعرف بقيه الاعضاء ان هو كان عميل سري للحكومه اليابانيه على منظمه جيبس، وخصوصا على نايتو اللي اكتشف بعديها حقيقته الشيطانيه، وان هو ما بيهتمش غير بنفسه وسعيه للسلطه، ومش بيهمه جنود ولا الناس الغلابه اللي بتموت في كل عمليه بينفذوها. ومن خلال تجسسي عليه اكتشفت خطته الجهنميه، بعد ما الحرب دي تنتهي هيكون هو الحاكم الجديد للعالم. وطبعا لما عرف ان انا اكتشفت خطته قرر ان هو يقتلني، ولكن انا قدرت ان انا اهرب منه. هيبكي ساعتها بيتذكر كل اللي ماتوا، كلام نايتو دول مجرد تضحيه مطلوبه، لو ما بيخليهوش يستوعب الموضوع بالكامل، وبيقول له يا معلم دلوقتي احنا مهمتنا قتل الشياطين زي جيبس، ولكن بطريقتنا الخاصه لاننا كلنا سواسيه، لو شفت صديقك بيموت لازم تروح علشان تساعده. هيب اقتنع بالكلام وبيوافق ان هو يتعاون معاهم. نروح بقى لنايتو اللي بيتذكر ماضيه، واللي بنعرف منه ان هو كان طفل ذكي جدا، وبسبب كده محدش كان بيقرب منه، لحد ما في يوم اكتشف القوه الخارقه، راح عمل استدعاء واستدعى واحد من الرموز الاربعه، وعلى الرغم من الاختبار ده كان على ايد ابوه لان هو بيأمر بقتله. الواد طبعا بيتجنن وبيأمر الوحش بقتل كل اللي موجودين سمعا وطاعا، وهو دوت اللي بيحصل. ومن وقتها وهو عايش لوحده محدش فاهم دماغه خالص، لحد ما ظهر أليك، ومن ساعتها والاتنين بقوا اعز اصدقاء لان دماغهم راكبه على بعض. نرجع بقى للوقت الحاضر، أليك بيظهر من
وراه وبيقول له كل الخيارات هتتغير. بيقول له هنشوفه، مش بيكون مصدق كلامه. فجأة بيبعت له فيديو من الموقع اللي بالمناسبة بيكون اسمه الوجه الميت، نفس الفيديو اللي وصل لنيتا وتايتشي. طبعا الواد بينصدم لان كاتب له صديقك هيموت. على الناحية الثانية هيبيكي ولوب يقدروا انهم يحددوا مكان الوحش الخامس من خلال التطبيق، والميعاد اللي هيظهر فيه بيوصلوا للمكان المحدد. بيفضلوا مستنيين ولكن للاسف ما بيظهرش، فبيرجعوا وبيفضلوا يفكروا هو ايه اللي حصل، ليه الوحش الخامس ما ظهرش في المكان المحدد. وهم بيفكروا كده دايتشي ونيتا بيكونوا عمالين يدوروا على المخبأ اللي فيه هيبيكي، واخيرا بيلاقوه. طبعا اول لما بيشوفه بيجري عليه وبيقول له انت وحشتني جدا، ارجوك ما تسيبنيش تاني. الواد بينبسط جدا وبيقول له انا مش هبعد عنك. وبعد ما بيسلموا عليه بيعرفوه ان موقع الوجه الميت بعت لهم فيديو عن الشخص اللي هيموت وهو كان انت، ولذلك احنا جينا علشان ناخدك ونمشي لانك لو فضلت هنا هتموت. لكن دوت بيقول لهم للاسف انا مش قادر الا ارجع معاكم لان تم تحديد ظهور الوحش الخامس وهو هيظهر هنا قريب، علشان كده انا لازم اكون على اتم الاستعداد. وانا اللي بقولها لكم انتوا مش عندكم القوه الكافيه، فامشوا من هنا لانكم لو فضلتوا هتموتوا. دايتشي بيقول له يعني انت فاكر لما تقول لي الكلام دوت انا المفروض اسيبك؟ اكيد لا، يلا انت روحي، انت عمرك سمعت عن جسد بيعيش من غير روح؟ انا مش هسيبك. الواد بينبسط جدا بالكلام وبيقول لهم خلوكم معايا. وفي نفس الوقت دوت بقى الاثنين اللي احنا شفناهم اللي هم اصلا من قتله الشياطين بيقتحموا قاعده المتمردين وبيطلبوا ان هم يقابلوا القائد. طبعا دول بيرفضوا وبيستدعوا شياطينهم وبيهجموا عليهم. الاثنين هيسكتوا؟ اكيد لا، بيعملوا نفس الشيء. واضح كده فرق القوه ما بينهم وخلاص قربوا يدمروا المكان بالكامل، الا ان لوبي يتدخل وبيقول لهم انا جيت، انتوا فعلا شياطينكم قويه جدا. بس صح انا عايز اسالكم سؤال، انتوا ايه اللي مخليكم منضمين لمنظمه جيبس؟ اظن ان هم هناك بيعاملوكم كمجرد اداه مش بشر. ايه رايكم تسيبوهم وتنضموا لينا؟ احنا هنا بنتعامل سواسيه، مفيش حد افضل من حد. واظن كده انكم انتوا الاثنين اكتشفتوا ان هم مخبيين حاجه ومش عايزين حد يعرفها، وبيكون عايز يشرح لهم ان منظمه جيبس على خطأ، لكن دول مش بيسمعوا كلامه وبينقضوا عليه، فبيضطر ان هو يستخدم القوه وفي نفس الوقت بيحاول يقنعهم باللي هو بيقوله، الا انهم رافضين يخضعوا ليه. هيبيكي اللي كان شايف كل دوت من بعيد بيقول لهم كفايه، الوحش الخامس خلاص قرب يظهر، فدوت مش وقت اللعب، احنا لازم نوحد قوتنا. وفعلا الوحش الخامس بيظهر في المكان اللي هم فيه وشكله بيكون غريب شويتين. الواد اول لما بيشوفه ظهر بيتحرك على طول، لو بيقول لهم زي ما انتم شايفين كده دوت مش وقت اللعب، فاحنا لازم نوحد قوتنا علشان نهزم الوحش ده. فبيتعاونوا معاه لانهم حسوا بقوه الوحش العاتيه وبيهجموا عليه بشياطينهم. ولكن ايه ده، انتوا بتزغزغوه ولا ايه؟ بعد كل الهجمات ديت مفيش خدش حتى حصل له. بيزودوا قوه الشياطين، بيخلوهم يهجموا ولكنه ما بيحصلوش اي حاجه، لا بالعكس دول بيعصبوه، ولذلك بيثبت نفسه في المكان وبهجوم مدوي بيدمر كل الشياطين. ولولا اصلا ان هم كانوا بيحموا اسيادهم كانوا زمانهم ميتين. لو بيقول لهم احنا لازم نتعامل مع الوحش ده باسرع وقت ممكن، لانه لو هجم هجوم زي دوت مره تانية نقدر نقول على نفسنا يا رحمن يا رحيم، ومش احنا بس لا ده كمان المدينه بالكامل، فاحنا لازم نوحد قوتنا. وقبل ما الوحش يتحرك يب بيظهر وبيستدعى الشيطان العنقاء وبيخليه يهجم عليه بكل غباء حرفيا من كل الاتجاهات. انا مش هخلي اي حد يموت. نيتا بتساعده وبتستدعى شيطانها، وشكل كده ان الهجمات من الناحيتين اثروا فيه. هيبيكي احنا قلنا لك ان انت مش لوحدك، والمتمردين هم كمان بيساعدوهم، والبنت دي بتستدعى شيطانها اللي بيستنزف قوه الوحوش. ولكن الاجواء الجميله ديت اللي كلها انتصار لا تدوم. الوحش بيقدر ان هو يتحرر من كل الهجمات ديت وبيتقسم لنصين وبيهجم هجوم جبار بيقتل شيطانين في نفس اللحظه. لا وكمان هجومه لسه مكمل وبيقسم القاعده لنصين. دايتشي بيترعب لان دوت نفس الهجوم اللي قتل هيب. بيقولوا له انت لازم تهرب لانك كده هتموت، ولكن دوت رافض الاستسلام. بيستدعى بياكل لسه بيكون هيخليه ينقض عليه لان الوحش ما بيدلوش اي فرصه، والاستدعاء بيلتغي له وكمان بيطير التليفون من ايديه علشان ما يقدرش يستدعيه من تاني. وخلاص الواد هيموت بنفس الطريقه اللي اتبعتت لهم على الموقع، بس بوم بضربه بتقسم الوحش دوت لنصين. ايوه دوت نايتو حضر في المكان علشان ينقذ صديقه، وبهجوم اخير بيخلي الوحش يتدمر تماما. ومش كده وبس، لا ده العالمه بتخترق كل الاجهزه اللي موجوده وبتعرفهم ان هي استعدت السيطره على الاجهزه اللي هم اخترقوها. لا بجد بجد تدخل رايق ايه السبب حرايق. لو بيسال هو ازاي قدر ان هو يوصل بالسرعه ديت لطوكيو؟ المفروض ان المحطه السريه بتاعتكم احنا دمرناها. ظن ده بالنسبه لكم احنا صلحناها، وده بسبب الاسد العنيف الوحش المخيف نايتا. هيبي بيقول له طالما انك عندك القوه ديت يبقى تقدر انك تقاتل لوحدك، اللي ما بيخليكش تعمل كده التضحيه ضروريه لمواجهه ذلك اليوم الموعود. ايوه بالنسبه لي كلكم عباره عن ادوات، وخصوصا انت هيبيكي انت اداه استثنائيه، ولذلك انت هترجع معايا وهتتبع اوامري غصب عنك. لو بيقول له ما تسمعش كلامه، انت لو رجعت معاه حرفيا هيستخدم الكل علشان يحقق هدفه، ودوت مش بينكر انا لازم اكون حاكم العالم لان انا اقوى واحد فيكم، ومنطقيا يعني القوي هو اللي بيحكم الضعيف مش العكس هو اللي بيحصل. ديت هي فلسفتي، وبالتالي انا اقوى واحد فيكم، فانا اللي هحتلي عرش العالم.
المتمردين بيحاصروا من كل الاتجاهات، ولكن دوت واقف يا معلم زي الاسد. الواد بيستدعى بياكو وبيقول له انت لو هتقتل الضعيف انا مش هسامحك، وانا عندي استعداد ان انا اقتلك. وقبل ما تبدا المعركه الضاريه ما بينهم اليك بيظهر وبيقول له فعلا يلا هيبكي انت عندك حق في كل اللي انت قلته، ولكن ما تنساش ان كل شخص دماغه مريحاه. بس علشان ما اكونش ظالمه، هو المره دي ما جاش علشان انانيته، ده جه هنا علشان ينقذك بسبب الفيديو اللي هو شافه اللي انت هتموت فيه. الواد بينصدم وبيكون لسه هيلين، ولكن دوت بيقول له ما تفهمنيش غلط، انت بوديك استثنائي زي ما قلت لك، فما ينفعش خليك تموت قبل ميعادك. ماذا سوف تفعل ايها البضيق؟ الواد اجابته لسه واحده، انا عايز استخدم قوتي علشان احمي العالم. لو بيكون عايز يتدخل في الحوار لكن اليك بيمنعه، لسه وقتك ما جاش، وبيكون راعب كل اللي موجودين دوت بسبب الشيطان بتاعه. بس هنا الكل بينصدم لان اليك ازاي استدعى الشيطان بتاعه من غير ما يكون معاه التليفون زي ما هم بيعملوا. بيقولوا له هو انت الشيطان ولا ايه؟ بيقول لهم الصراحه انا ما اعرفش، كل ما في الموضوع اللي انا واحد حزين لا اكثر ولا اقل. طبعا الكلام دوت ما بيخشش دماغهم بنكله، فبيستدعوا شياطينهم وبيكونوا متجهزين ان هم يقضوا عليه. بس قبل ما يتحركوا الشيطان بتاع اليك بحركه واحده بس من ايديه بيولع في كل اللي موجودين. هيبكي بيقول لهم ارجعوا انا اللي هتعامل معاه. اما هيقول لهم فعلا البشر اغبياء مهما حصل، يعني تخيلوا كده انكم بتقتلوني بالتطبيق اللي انا صنعته. الكلام ده كان زي الصاعقه عليهم. انت بتقول ايه؟ ايوه انا اللي صنعت التطبيق علشان تقدروا انكم تتعاملوا مع الوحوش اللي بتظهر، لان انا لو ما صنعتوش كنت كلكم زمانكم ميتين، فانتوا المفروض تشكروني. ايه اللي مخليكم تعتبروني عدو؟ وانا بكلمك انت تحديدا يا هيبكي، هتكون معايا ولا مع نايتو؟ اللي بينزل له وبيقول له انضم ليا، احنا قاضينا على 2 ناقص 4 وتم تحديد مكانهم، انا هتعامل مع ال3 وهسيب لك واحد. فما يقول له انا مش هوحد قوتي معاك ولا مع اي حد، انا هقاتل واحمي الناس بطريقتي الخاصه. ايوه انا هسحق كل الاعداء وبعدها هفضلك، ولو حسيت انك بتعمل حاجه مشبوهه هقتلك. انت تقتلني انا؟ ده لو فضلت عايش اصلا لا هعيش. ساكو خليكي معاهم مساعديهم، لان الوحش اللي هيظهر بكره ليس بطبيعي ابدا، وانا خايف ان هم يموتوا. وبيمشي من المكان وورا اليك على طول. اللي بيقول هو انا مين؟ وانا ايه اللي خلاني اصلا اديهم تطبيق استدعاء الشياطين؟ فالشيطان ده بيظهر وبيقول له انت المعذب. وهو ونايتو في نفس اللحظه بيتذكروا اخر لقاء ما بينهم اللي كان من 3 سنين، لما نايتو قال انا اللي هحمي البشريه وهحكم العالم بقبضه من حديد، لان طبيعي القوي بياكل الضعيف. للاسف انت مش القطعه اللي انا كنت مستنيها، وبيختفي من المكان. وفي نهايه اليوم العالمه بتكون صنعت جهاز جديد الانتقال الاني، بتجربه على نفسها وبيكون ناجح جدا، وحاجه شبه كده اكيد هتفيدهم يا صديقي، لان واضح كده ان الوحوش مش بتظهر في الامكنه اللي الموقع قايل لهم عليها. وفي صباح اليوم التالي منظمه جيبس بتعمل فحص على كل اجساد الاعضاء علشان يتاكدوا من صحتهم، واللي من ضمنهم هيب وداي اللي بيشكروا لانه جه علشان يساعدوه، واللي فعلا لولا هو ونيتا كان زمانه ميت او سلك طريق غير اللي هو عايزه. اللي في نفس الوقت ده بتكون بتتعالج، والطبيبه بتقول لها شكل كده يا بت انك وقعتي في مستنقع الحب، لانك امبارح خاطرتي بحياتك علشان هيبكي. البنت وشها بيحمر على الاخر وبتحاول تتوه الموضوع، فده يبكوا نفسها. المهم على الجانب الاخر نايتو بيكون عامل اجتماع مع رؤساء اليابان اللي ما بيكونوش مدين لكلامه اي اهتمام، وكل اللي فارق معاهم هو نفسهم، ودوت اللي بيضايقوا جدا. فعلا انتوا تستحقوا الاباده. وكل ما يحاول يفتح موضوع مهم بخصوص الشعب دول يقفلوه، وبينتهي الاجتماع بدون اي فايده. نرجع تاني للمقر، وسيكو بتكون اتصلت بيهم وبتعرفهم ان الوحوش هتظهر في 3 امكنه مختلفه، فعلشان يقدروا ان هم يتصدوا ليه لازم يوقفوا ال3 اجزاء في نفس الوقت، علشان لو دمرنا جزء والباقي لسه يبقى كده ولا كاننا عملنا اي حاجه. ولذلك هتتقسموا ل3 مجموعات، هيبكي واللي معاها هيروحوا مدينه اوساكا، اما طوكيو ياماتو هيتكفل بيها، والاخيره الشباب اللي عندك دول هم اللي هيتولوا امرها. الواد بيقول لها اوعوا تكوني فاكره ان انا لسه منضم لمنظمتكم، فهي بتقول له انا عارفه، انا بساعدكم بس لان احنا عندنا نفس الهدف. وبتستخدم الجهاز الجديد وبتنقلهم على طول على منطقه اوساكا. واول حاجه هيبكي بيشوفها صدمه بكل المقاييس، لولا لسه عايشه. الواد بيعيط وبيقول لها ازاي انا افتكرتك متي، فبتحضنه وبتقول له انا عارفه انك قضيت وقت صعب جدا علشان توصل للمرحله ديت، انا متفاجئه اصلا انك لسه واقف على رجليك. وبعد ما بيسلم عليها كل واحده بتتمركز في مكانها، في اللي كان خايف وفي اللي كان متحمس وفي اللي كان الوضع عادي بالنسبه له. وهكذا جاءت ساعه صفر وبم الوحوش بتظهر. ياماتو كان في كميه حماسه، ولو هو واللي معاه كانوا نفس الشيء بيستخدموا وحوشهم وبينزلوا عليه بالهجمات من كل الاتجاهات، ولكن للاسف بيعالج نفسه. وبكده علشان يخلصوا عليه لازم يتحدوا مع بعض. عند اصحابنا الوحش بيظهر لهم، ضاي بيستدعى الشيطان بتاعه يا معلم، واللي اول لما بيشوف الوحش بيقول لهم مع السلامه وبيرجع، ودوت طبعا اللي بيصدمه. لولا بتقول له استريح يا خيبتها، وبتستدعى الشيطان بتاعها اللي بينقض على الوحش وبيقدر ان هو يصيبه لو كمان نواته بتظهر. لو تم تدميرها يبقى كده قضوا عليه بالكامل. هيبكي ما بيدوش
بيدلوش اي فرصه ان هو يتجدد، وبيستدعى بياكو بهجوم مدمر بيقدر ان هو يدمره، وبيختفي بالكامل. الكل فرحان، ولكن يا صديقي تهب الرياح بما لا تشتهي السفن. بوم، الوحش بيظهر من تاني، ولكنهم عملوا له حاجه، والمره دي هو اللي بيبادر بالهجوم، فهم بيحاولوا يتفادوه. وعلى الجانب الاخر وتحديدا عند نايتو بيكون مسيطر على الوضع بنسبه 100%. الوحش بيهجم بيحاول يعمل معاه اي حاجه، ولكن يابا ده مختلف عن الجميع، واقف زي الاسد، الهجمات ما بتوصلوش اصلا، وبيقول هيبكي له علشان نقدر ان احنا نخلص على الوحش دوت لازم احنا الثلاثه في نفس اللحظه ندمر نواته، وبكده مش يقدر ان هو يتجدد من تاني. الاثنين بيسمعوا الكلام دوت من هنا بيتحمسوا بيكملوا هجوم، وفي وقتها موقع الوجه الميت بيبعت لهم الفيديو الجديد، الشخص اللي هيموت واللي هو له واللي معاه. هيبي بيتصل بيه بيقول له انت لازم تمشي من عندك حالا يا اما هتموت، فبيقولوا له ما تقلقش احنا بنقدر ان احنا نتجنب اللي بيظهر في الفيديوهات، وبيقفلوا الخط. والحقيقه هم مش عارفين هينجوا ازاي، الطريقه الوحيده هي نصب فخ للوحش، بيعملوا كده فعلا وبيستدرجوه. ايرا بقى البنت ديت كانت هتعملها على نفسها من الرعب، لان في يوم وليله حياتها اتشقلبت 180 درجه من اللعب بالدمى لمواجهه تلك الوحوش الضاريه. لوبا واللي معاه بيكونوا نصبوا الفخ، والوحش بيقع فيه وبيتم تثبيته في الارض مش عارف يتحرك، وبعدها بيهجموا عليه، ولكن هجماتهم كلها سطحيه ما بتاثرش فيه اصلا. فايري بتستجمع شجاعتها وبتظهر في المكان وبتستدعى شيطان جديد، وبوم بهجمه ثلجيه بتفرتكه من جواه، ولولا بتديله ضربه بتدمر نواته. وفي نفس تلك اللحظه نايتو بيكون شحن قوته بالكامل، وبيقول له مع السلامه ايها الضعيف، ويطخ دمر نواته هو كمان. واللي عمله المعلم دوت بطلنا بيعمله، ايوه بياكو دمر نواته، وبكده الثلاثه دمروا النواه بتاعت الوحش في نفس اللحظه، واخيرا بيتم تدميره. بس شكل كده هو كمان عنده نفس الخصله، انا مش هموت لوحدي، وبيهجم هجومه الاخير اللي بينزل على ابطالنا زي المطر. صدمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، الكل مات الا ايري وجين اللي حماها بجسده. البنت بتساله عن الباقي ولكن كلهم اموات، فبتصرخ حسره وقهر على كل اللي ماتوا وعماله تعيط، والكل كان عنده نفس الشعور تبا لتلك الحروب. وفي غروب الشمس بنشوف هيبكي وهو واقف لوحده وعمال يفكر في اللي بيحصل، وان كل حرب بيخشوها ضد الوحوش بيخسروا ناس كتيره جدا علشان ينتصروا عليهم. آلك بيظهر له وبيقول له الحروب صعبه ومؤلمه مش كده برضه؟ الواد بيقول له انتوا كشياطين بتستمتعوا لما بتعذبونا؟ يعني انتوا بتكونوا حاسين بايه لما بتشوفونا بنموت بسببكم؟ الواد بيقول له مين قال ان انا شيطان؟ انا بشري زيكم. قام قايل له باستغراب طالما انك بشري زيك زينا ايه اللي ما بيخلكش تساعدنا؟ واظن انك عندك القوه الكافيه انك تبيد كل الوحوش ديت لانك صانع تطبيق الوجه الميت. بص انا مش هكدب عليك علشان واحد من السته اللي انتوا هتواجهوهم، من الاخر انا مجرد بوديك بيتم التحكم بيه من قبل المجن، او زي ما انتوا بتقولوا ملك الشياطين. هتسالني طالما انك تابع لي ايه اللي خلاك تصنع تطبيق الوجه الميت؟ هرد عليك واقول لك علشان انا بكره حد يتحكم بيا ويقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، وكمان شايفكم كانت مثيره. الواد من كتر الصدمات مخه بيكون عمل ايرول. طبعا في سؤال جاي في بالك واللي هو ده شيطان او وحش زي ما انتوا بتقولوا، ايه اللي مخليه مهتم بجنس البشر وكده؟ هقول لك الصراحه انا ما اعرفش، بس العالم دوت انا مش عايزه يختفي. بص كده قدامك صدمه بكل المقاييس، العالم بدا ان هو يتلاشى، ايوه هيرجع لهيئته الحقيقيه الفراغ. الواد بيقول له هو ياماتو عارف كل دوت؟ فبيقول له هجاوبك بكره، وبيختفي وبينتهي اليوم على كده. وتاني يوم اول لما هيبي بيصحى بيلاقي آلك في وشه، بيقول له انا عايز اتكلم معاك شويه، فبيقول له انا هجاوبك على اي سؤال انت عايزه ايها المتالق. اولا ياماتو اول يوم اتولد فيه كل الشياطين والوحوش حست بقوته العاتيه، محدش ينكر ان هو عبقري، وبرضه ما تنسوش ان هو انسان فطبيعي ان هو يغلط، دي طبعا من وجهه نظركم انتوا، اما انا خالص انا شايف اللي هو بيعمله دوت صح الصح. فبيقول له فين الصح في ان هو يتخلى عن الضعيف؟ فبيقول له ما تتضايقش كده، اعمل اللي انت عايزه يا باشا. بيكمل كلامه هيب وبيقول له انا عارف انك متضايق انك مش هتساعدنا بطريقه مباشره، بس خليك عارف طالما انك بتساعدنا احنا هنعتبرك واحد مننا. اهلك بيسمع الكلام دوت من هنا بيكون مصدوم، انت ايه اللي بتقوله دوت يا عم؟ انا وحش المفروض تتخلص مني. فبيكرر جملته بيقول له طالما انك بتساعدنا يبقى انت واحد مننا. الاتنين التانيين بيحضروا والصحبه كده اكتملت على الاخر، وشكل كده ان الثلاثه دول هيغيروا تفكيرك بالكامل يا عم آلك اللي بيكون مستمتع بكل اللي بيحصل معاه. ياماتو بقى وعلى الناحيه الثانيه بيكون ماسك قلبه وبيقول ناقص 3 واحكم العالم، وشكل كده ان هو في حاجه. وعلى
على الصعيد الاخر ايري ورولا بيتم استدعائهم علشان هما الاثنين ومعاهم نايتو هيتعاملوا مع الوحش الخامس اللي قرب يظهر. ومن خلال المعركه اللي حصلت امبارح قدرنا ان احنا نحلل بياناتكم بالكامل وطريقه قتالكم، وانتوا الثلاثه الوحيدين اللي هتقدروا انكم تتعاملوا مع الوحش ده اللي بيكون في الفضاء وحجمه 50 كيلو متر بيظهر تاني يوم. حجمه الكبير دوت يا صديقي يخليك تشك ان هو محدش يقدر ان هو يهزمه، لكن في الحقيقه المعامله معاه كانت اسهل ما يمكن. الثلاثه بيتحدوا مع بعض وبسهم فتاك بيدمر نواته. بس هل كده الموضوع خلص؟ اكيد مفيش حاجه بالسهوله ديت. هو اي نعم دمروا نواته ولكن جسده لسه موجود، فبيبدا ان هو يتساقط، وبما ان حاجه بالحجم دوت مش يقدروا ان هم يتصدوا ليها فبيخلوا على قد ما يقدروا من المواطنين، والباقي بيقابل مصيره تم دعسه. وكده الوحش الخامس تم هزيمته. هيبكي بيقول لنايتو انت كنت عارف ان دوت هيحصل، ايه اللي ما خلاكش تطلب مني المساعده؟ فبيقول له حتى لو طلبت انت كنت هتعمل ايه، ما كانش في اي خيار تاني. فبيسكت لانه فعلا معاه حق. بعدها بيروح يشغل الفلاشه اللي خدها من لو قبل ما يموت. بيعرف منها ان عيله نايتو كانت عارفه كل اللي هيحصل دوت قبل مئات السنين، واستخدموا كل المعلومات ديت علشان يحصلوا على السلطه ويسيطروا على العالم. احنا بنعيش على تضحيه الاخرين، انا لازم اتحمل العبء ده كله وافضل عايش. بعدها نايتو بيعمل وليمه ولكنها تقريبا كده جنازه، الكل حزين الا نايتو اللي بيقول لهم ما تاكلوا، انا عاملها حتى على شرفكم. فبيقولوا له يا ابني هو انت متخلف، انت مش حاسس بالكارثه اللي حصلت؟ 90% من البشر ماتوا. فبيقول لهم وفيها ايه يعني، ما دوت كان ضروري. هيبكي بيقول له البشر بيغضبوا وبيفرحوا بيزعلوا قلبهم بيتكسر، هم مش زيك. فبيقول له يبقى بكده لازم القوي يحكم الضعيف، لان احنا لو اعتمدنا على الضعيف ايه اللي هيحصل؟ العالم هيتعفن وكلنا هنموت، او بمعنى ادق هيتلاشى في الفراغ. مش كده ولا ايه يا نايتو؟ على فكره صح، قبل ما انسى، الغزو هينتهي بعد يومين، اللي هيفضل عايش بعد الفتره ديت هيكون من حكام العالم تحت امرتي طبعا، وساعتها هنفذ خطتي. هيبكي بيعرفهم بخطه نايتو الشيطانيه اللي اداها له قبل ما يموت. الكل كان في حاله صدمه، ودوت بيفرك الملح على الجرح. اللي مش هيتبعني في اليوم دوت هقتله، وبيسيبهم وبيمشي. هيبكي بيروح وراه وبيقول له انا مش هخليك تعمل حاجه شبه كده. فقام قايل له لو في لحظتها عملت اي حاجه غلط ارجوك وقفني، ولو ما عرفتش اقتلني. فبيوعدوا ان هو هيعمل كده. نروح بقى لنيتا اللي بتكون عماله تفكر في عيلتها، وكمان هتنضم لطرف مين، نايتو ولا هيبكي. ساعتها سيكو بتخش عليها وبتعرفها ان هي هتكون القربان الجديد بكره علشان العالم يعيش. البنت بتنصدم وبتكون منهاره، ولكن بتسالها هو انا لو ضحيت بنفسي اصدقائها هيعيشوا؟ فبتقول لها اغلبيا وبتسيبها وبتمشي. ونيتا بتروح تقضي بقيه وقتها مع اصدقائها وما بتعرفهمش ان هي التضحيه الجديده. اليك بيسيبهم وبيروح لنايتو وبيقول له لحم البشر هيكون ضعيف بالنسبه للمجن، وغير كده وكده هيبكي هيكون زعلان لان واحده من اصدقائه ضحت بنفسها علشان هم يعيشوا. فبيقول له مش مهم، اهم حاجه اللي احنا نسيطر على العالم. وصح انت ازاي عندك المشاعر ديت، انت ابني مش وحش. فبيقول له حتى انا ما اعرفش. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم الوحش بيظهر في منطقه طوكيو، وقدره الوحش دوت هو التناسخ اللانهائي، ولذلك لازم نختمه جوه جسد بشري علشان ما يقدرش ان هو يستخدم التناسخ. والتضحيه المره دي وقعت على نيتا لانها عينه حرفيا فريده من نوعها، كل مواصفاتها وبياناتها متطابقه مع الوحش. نايتو نزلها وانا اقسم لك ان انا هستخدم قوتي واهزم الوحش بنفسي. فبيقولوا للاسف هو قوته لا محدوده، اما احنا بنتعب فدوت خيارنا الوحيد. الوحش بيظهر ودول بينفذوا يا صديقي خطتهم. نيتا بتطير في الجو بيفعلوا عليها تعويذه الاستدعاء، وبيها بيقدروا ان هم يستدعوا واحد من الشياطين الاربعه. وخطه نايتو كالتالي، الشيطان دوت هيستحوذ على نيتا وبكده هيقدروا ان هم يقضوا على الشيطان، ولكن في المقابل هيتم الاستحواذ على عقلها وجسدها بالكامل من قبل الشيطان. وعلشان كل حاجه تمشي بحذافيرها نايتو بيتحكم بالشيطان اللي جوه نيتا، وبكده هو المتحكم الوحيد واللي بيتحرك على طول بيوصل عند الوحش من غير تضييع اي وقت، لان مده التحكم عن بعد هي 30 ثانيه. بيستدعى تنين الفراغ اللي بينقض على الوحش وبيبدا ان هو ياكل فيه، بس بما ان حجمه كبير فبياخد شويه وقت. وفي تلك الاثناء موقع الوجه الميت بيبعت لهم فيديو، ايوه الشخص اللي هيموت، واللي طبعا كان نيتا. هيبي ما بيستحملش اللي بيحصل فبيتحرك زي الصاروخ عايز ينقذها علشان ما تموتش بنفس الطريقه اللي ظهرت في الفيديو. عدى 25 وتنين الفراغ عمال ياكل في الوحش، خلاص قرب الوقت يخلص، ولكن على اخر ثانيه بيقدر ان هو ياكله بالكامل. الشيطان السادس تم القضاء عليه، المهمه نجحت، ولكن يا فرحه ما تمت. نيتا الشيطان بيسيطر عليها بالكامل. هيبكي بيستدعى بياكو بيتحرك لعل وعسى يقدر ان هو يخليها تستعيد وعيها، وقبل ما يوصل لها الشيطان بيديله واحده بيلزقه في الارض. وهنا بيجي له الخبر اللي هو ما كانش عايز يسمعه، نيتا الشيطان سيطر عليها وعلشان نتجنب الخراب يجب عليك قتلها. بعدها بيكلم الشيطان وبيقول له الجسد اللي انت فيه دوت مش هيستحمل قوتك، فانت لازم تخرج يا اما هقتلك. فبيقول له بعد ما حبستني كل السنين ديت مش عايزني استمتع شويه بوقتي؟ فبيقول له في النهايه هتموت. فبيقول له في الوقت دوت انا هوريكم العذاب الحقيقي، وبيتجه ناحيتهم. دايتشي بيروح عند نايتو بيقول له انت ايه اللي خلاك تعمل كده في نيتا؟ كانش في اي
خيار تاني ايها الضعيف. انا عارف ان انا بدون اي حول ولا قوه في كل اللي بيحصل دوت، ولكن البنت ديت اصلا كانت بتجبر نفسها ان هي تقاتل على الرغم ان هي اصلا بتكره شكل الدم، فتخيل انك تخليها قربان. والكلام دوت كان مؤثر جدا مش بس على نايتو، على كل اللي موجودين. ولما بيحس بكده بيمسك الواد وبيقول له لو ما خلصتش انا هقتلك. الشيطان وصل للمقر، الاعضاء طلعوا علشان يتعاملوا معاه، ولكن دوت بيجدع عليهم كلهم بضربه واحده. لسه بيكون هيخش علشان يكمل على البقيه، لا هيبكي واقف قدامه وبيطلب منه بكل براءه ان هو يرجع نيتا. فبيقول له ما هي اللي استدعتني، يعني ديت رغبتها، ما حدش ضربها على ايديها وقال لها خليك انت تكون التضحيه، فانت لازم تتكبر رغبتها وموت بقى. وبيهجم عليه بكره ناريه جباره. بياكو حاول ان هو يتصدى ليها بس صدى الهجوم بيطير الاثنين، والواد بيكون هيقع من مسافه عاليه جدا، الا ان نايتو بيظهر وبيمسك ايديه وبيستدعى شيطانه وبيقول له اقتل نيتا. بس هيبكي بيتصدى للهجوم من خلال الشيطان الثاني، وبعدها بيسيب ايده وبينزل على بياكو، وبدون اي تردد بينقض على وحش نايتو وبيدمروه. الواد بيجري عليه وبيقول له العبط اللي انت بتعمله دوت يا حبيبي، افهم ديت مش نيتا. فبيقول له لا ديت صديقتي، انا لازم اخليها تستعيد وعيها. وبينما هم يتحدثون او يتشاجرون مش عارف الصراحه، الشيطان بيقول لهم انا مش عندي اي وقت، وبيهجم عليهم بالسهم مدمر. وقبل ما ينزل عليهم هيبي بيبعد نايتو بيتصدى للهجوم. ايوه هيبكي قوته زادت بطريقه مش مفهومه. نايتو بيقول له انا هساعدك يا معلم وبيمد ايديه، ولكن دوت بيبعدوا عنه وبيقول له انا قلت ان انا هحميكم كلكم لوحدي. وبشكل غريب الواد بيقدر يطير وبيقول يا نيتا انا عارف ان انت لسه ما متيش ومتيقن ان انت مش ضعيفه، واكيد هتقدر انك تستعيدي وعيك من تاني. البنت فعلا بتتاثر بالكلام، الشيطان بيحس بالموضوع فبيستخدم قوته وبيهجم على الواد، الا انه بيتصدى ليه وبيقدر ان هو يتواصل مع البنت وبيقول لها انا عارف انك اخترت الموت ولكن ارجوك تراجع عن قرارك. فبتقول له انا ضعيفه، انا ما بقدرش ان انا اساعدكم في اي شيء، لذلك انا قررت ان انا اكون مفيده باللي انا بعمله ده، وغير كده وكده انا مش هقدر اعيش فعلا من غير ابويا وامي واخويا. فهو بيقولها انا مش عايز اخسرك، وطبعا بتروح له وبتقدر ان هي تتغلب على سيطره الشيطان، وتوتا توتا خلصت الحتوته. ابوه من النهايات اللي زي الزفت. بعدها بيغموا عليه لانه استنزف قوته بالكامل، ودايتشي ونيتا الاثنين بيفضلوا يلوموا في نفسهم لانهم لو كانوا اقوى من كده ما كانوش خلوه يوصل للحد ده. ايري ولولا بيقولوا لهم ما تلوموش نفسكم علشان انتوا بذلتوا قصارى جهدكم، ولو كان في اكتر من كده كنتوا عملتوه. واظن ان هو لو فايق كان هيقول لكم نفس الكلام. وعلى الرغم ان هم يبانوا لك من كلامهم دوت الصديق ان هم متماسكين، ولكن على العكس تماما الكل اصلا عمال يلوم في نفسه. ننتقل بعد ذلك لاريك اللي بيقول شكل كده هيبكي انك مش هتقوم تاني. بيظهر له الشيطانين دول وبيقولوا له مش كفايه لعب مع البشر بقى ولا ايه؟ معاكم حق بس شكل كده فعلا حبتهم. حب ايه وعبط ايه؟ البشر دول عباره عن ادوات احنا بنستخدمهم. ولما ما بيلاقيش اي فايده من الكلام بيكون عايز يهجم عليه، ولكن على مين؟ ده عمك قالك اللي بحركه واحده بيلزقوا في الارض وبحركه تانيه بينسفوا من الوجود. وانت كنت بتقول حاجه؟ لا السلام يا معلم. بيروح لهيبكي وبيقول شكل كده اللي انا حبيتكم زياده عن اللزوم ولازم كل حاجه تنتهي قريب. ايه العليمه كاويا بقى بتقول لسيكو التطبيق اللي موجود على اجهزه هيبكي ونيتا وتايتشي مختلف عن التطبيق اللي موجود على اجهزتنا، ودوت حاجه مش مفهومه. بيحاولوا يفهموا الموضوع اكتر واكتر ولكن مفيش اي فايده، مهما يبذلوا في جهد ويعملوا تجارب مفيش اي فايده. فبينهوا البحث لحد كده لان المعركه الاخيره هتكون بكره. وتاني يوم دايتشي وايري بيفتحوا الموقع يمكن يقدروا ان هم يشتروا شيطان اقوى من اللي معاهم، لكن الموقع مش بيسمح لهم لان قوتهم الشخصيه ضعيفه. وساعتها موقع الوجه الميت بيبعت لهم فيديو جديد عن الناس اللي هتموت، ولما بيشغلوه هنا كانت الصدمه اللي بحق وحقيقي كلهم هيموتوا، مفيش حد من مستدعين الشياطين هيفضل عايش. الخمسه مرعوبين بس مفيش وقت للكلام ده، وبوم الوحش الاخير ظهر والعالم عمال يختفي تدريجيا بسبب الفراغ. الوحش بيتحرك بيوصل لمنطقه اوسوكا وبهجوم مدوي بينسفع عن الوجود، وفروع منظمه جيبس بتتدمر واحد تلو الاخر، حتى الحاجز اللي هم حاطينه علشان يمنعوا الوحوش ان هي تظهر بيتدمر. الكل في حاله هلع. نايتو بيخاطب كل اللي موجودين ابذلوا قصارى جهدكم لانكم لو ما عملتوش كده مش محتاج اقول لكم اللي هيحصل. وفي نفس الوقت دوت هيبكي بيكون بيتذكر ماضيه ابوه وامه اللي ما كانوش بيدوا له اي اهتمام، وكل اللي فارق معاهم ان هو يطلع الاول على المدرسه. وبسبب كده الواد بقى انطوائي بشكل مش طبيعي لدرجه ان هو لما كان بيتضرب ما كانش عارف يعمل ايه، لحد ما ظهر داي ودافع عنه. من وقتها والاتنين حرفيا ما بيفرقوش بعض. وبعد ما بيتذكر كل دوت بيفوق، ايوه رجع المنتقم. وعلى الناحيه الثانيه الوحش بيقدر ان هو يحدد مكان المقر وبيهجم عليه وبينسفه من الوجود. بيكون هيكمل هجوم ولكن نايتو بيتصدى ليه، وسريع البقيه بيظهروا وبيستدعوا شياطينهم، وبدون اي مقدمات كله بيبدا في الهجوم مغربلينه من كل الاتجاهات. الوحش بيحاول يدمر الحاجز اللي عامله نايتو ولكنه ما بيعرفش. انت اللي جبته لنفسك، وبيكملوا غربله فيه لحد ما بيدمروا نواته. الكل كان فرحان ولكن يا فرحه ما تمت، بيتجدد من تاني. لا هو كمان بيتقسم لجزئين.
العين، وبيبدا ان هو يطلع من جسده اشعه بتشوش على اجهزه جبس، واللي بيزود الطينه بله ان الاشعه دي بتاثر على التليفونات كمان، وبالتالي الشياطين بيتم الغاء استدعائها. محدش فاهم ايه اللي بيحصل الا العالمه كاجويا اللي بتقرر ان هي تحارب التشويش بالتشويش. بتستدعى شيطانها اللي بيمتص التشويش وبيعمل كده فعلا، بس سرعان ما الوحش بيحدد مكانه وبضربه واحده بيدمره. لا وكمان بيكمل عليها وهي واقفه صديقي زي الجبل مستعده للموت. اي نعم هي نفذت مهمتها وقدرت ان هي تلغي التشويش اللي الوحش كان عامله، بس الشياطين لسه تعبانه فالوضع لسه على حاله كده. املهم الوحيد هو نايتو اللي بيتصدى لهجمات الوحش، ولكن دوت بيزيد من رتم الهجمات وخلاص مش قادر يستحمل، ولكنه في نفس الوقت مش هيستغنى عن حلمه، ولذلك بيتحرك يمين شمال فوق وتحت علشان ما يستنزفش كل قوته. بيشتت انتباه الوحش وبيخليه مركز معاه علشان اصدقائنا يهربوا. ايري بتحاول تبعد ولكن الوحش كان اذكى منهم كلهم، وبنسخته الثانيه بيستدعى الوحوش اللي على شكل ايس كريم. البنت بتتحصر من كل الجهات، جيم بيوصل لعندها بيحاول يحميها ولكن لقد فات الاوان، بيتحصروا من كل الجهات وبوم بيموتوا. الاربعه التانيين بيحصل معاهم نفس الكلام، ولولا هي اللي بتضحي بنفسها المره دي علشان يقدروا ان هم يهربوا، ولكن مفيش اي فايده، متحصرين من كل الاتجاهات. خلاص شكلها هي ديت النهايه لان تم محاصرتهم من كل الاتجاهات. ولكن في طاووس ونمر بيظهروا وبيدافعوا عنهم. ايوه بطلنا رجع، اللي بيسالهم عن البقيه فبيعرفوه ان كلهم ماتوا. الواد بيستشيد غضب، بيصرخ حسره وقهر بكل ما عنده، بيهجم على الوحش اللي بيكون قسم نفسه لاكتر من جزء. بيقدر ان هو يسيب واحد منهم ولكن في المقابل استدعائه بيختفي. الهجمات مستمره عليهم زي المطر، فالواد بيضطر ان هو يستخدم قوته الشخصيه. بيروح عند نايتو وبيقول له احنا هنعمل ايه في الوضع اللي احنا فيه دوت، فبيقول له انا قلت لك مفيش حل غير التضحيات. طب اعملها ازاي؟ عايزني ازاي اقتل اصدقائي؟ فبيقول له دوت تفكير اناني، لذلك انا لازم اصنع العالم اللي انا بحلم بيه. بيقاطع حديثهم الشيق دوت الوحش اللي بيزود من قوه هجومه. الاتنين بيضطروا يتحدوا مع بعض علشان يتصدوا ليه، وعلى الرغم ان هم كانوا جايبين اخرهم الا انهم ما كانوش قادرين يتصدوا ليه. دايتشي اللي شايف دوت كله من بعيد كان حرفيا مش طايق نفسه، لان صديقه الوحيد واقف بيبذل قصارى جهده علشان يحميه، وهو بدون اي حول ولا قوه عاجز مش قادر يعمل اي شيء. وبسبب تضارب مشاعره وغيرته من هيبيكي بيقدر يستدعى الشيطان اسطوري بيتصدى للهجوم بكل سهوله. لا ومش كده وبس، ده كمان بيتكفل بالوحش لوحده وبوم بهجوم تلج مدمر بيخترقه من تحت. خلاص هيديله القضيه، بس الوحش مش بيستسلم وبيهجم عليه وبيقسم جسده علشان يهرب لان نواته ظهرت. ولكن دوت مش هيحصل يابا، هيب ونايتو موجودين بيديله القضيه بيدمروه. ما ادخل الحمام مش زي يخرجوا يا روح امك. هيب بيروح لنايتو لسه بيكون هيتكلم قام دوت قايل له قتلني، ولو مش هتقدر اخرس، ولو هتمنعني هقتلك. لا انا مش هسمح لك انك تعمل كده، ودوت كان كلام عليك. نايتو بيقول له هو انت ازاي لسه موجود؟ احنا هزمنا كل الوحوش، انا لسه عايش من غير رغي كتير. بيبدا بالهجوم عليه بس دوت مش سهل وبيتصدى ليه، وهجمه من هنا على هجمه من هناك والدنيا مولعه. المعركه ما بينهم حاميه الوطيس. انا هقتلك يا نايتو علشان هيب يحقق حلمه، لان هو الوحيد اللي كلمني كانسان مش كشيطان. وفي وقتها الموقع بيبعت فيديو لنايتو الشخص اللي هيموت، والصدمه كان هو واليك. ايوه هيضحي بحياته علشان صديقه هيب يحقق حلمه. الفيديو بيوصل للبطل اللي بيكون هيتحرك ولكن سيكو بتمنعه. انا مش هخلي حاجه زي دي تحصل لان نايتو هو اللي حببني في الحياه بعد ما كرهتها. بتستدعى شيطانها وقبل ما تمشي بتقول للهيبيكي خلي بالك من نايتو، وبتتحرك نسبة احنا بقى ونروح لهناك. المعركه كانت مستمره ما بين الاثنين. اليك بيهجم عليه من كل الاتجاهات، بيقدر ان هو يتفادى ويسحبه وبيديله رجل بيطيره، بيقرب منه وبيرد له الهجوم. الواد بيبعد عنه لانه جاب اخره. زي ما قلت لك انت اللي هتموت. فدوت بيقول له عندها وبيستدعي شيطانه وبيخليه ينقض عليه. قام دوت قتله بكل سهوله. انت فعلا قوي جدا. قام دوت ضحك. التطبيق اللي انت صنعته بيحدد قدرات المستخدم مش كده؟ اليك بيبقى عارف ان هو كده هيستدعي اقوى شيطان فبيحاول يمنعه وبيبدا بالهجوم عليه من تاني. نايتو بيتفادى والهجمات اللي بيكون هتصيبه بيستخدم سحره، بيحاول يضيع وقت لان ناقص 30%، ولكن لقد فات الاوان. اليك بيثبته وبينزل عليه بالهجوم الاخير، بس سيكو بتحضر في المكان وهي اللي بتتلقى الضرب كله، واخر كلمه بتقولها له شكرا ليك. وبسبب اللي هي عملته دوت الشحن بيتم بالكامل وبيقدر ان هو يستدعى الشيطان المدمر إبروس. اليك اول لما شافه قال شكل كده اللي انا ممكن اخسر، واللي بدون اي تردد اليك بيديله امر اقتل اللي قدامك. ودوت سمعا وطعنا وبينزل في تلطيش بنيات لحد ما جابه على الارض مهزوم. ودوت بيجيله بكل تكبر اللعبه خلصت، فبيقول له على فكره انا استمتعت جدا. وقبل ما يقتله بيقول له انت ايه اللي خلاك مهتم بيا؟ علشان انت استثنائي وكمان افتكرتك انت المتالق، بس الظن ان ده ما طلعتش انت، وعلشان كده قررت انك تقتلني. الموضوع مش كده، بس انا هديك نصيحه قبل ما اموت،
الطريق اللي انت بتسلكه دوت كحل، مش هتلاقي فيه غير الظلام القاتم. فبيقول له من ساعه لما اتولدت والعالم بدا يتغير، ورغم التغيير اللي بيحصل دوت محدش قرر ان هو يرجعه لاصله، وعلشان كده انا لازم اقوم بالمهمه ديت. تفكيرك كويس وكل شيء، ولكن التطبيق هو اللي غلط. وهو بيقول الكلام دوت بيكون الفراغ عمال ياكل في جسده. انت فعلا استثنائي يا نايتو، بس انا ما ينفعش اموت قبل ما اخدك معايا، علشان لو ما عملتش كده انت هتقتل هيبيكي. فبيقول له انت خسرت، اخرس بقى، ما ينفعش. وفي ثانيه الا ثانيه بيكون قدامه وربط نفسه بيه. ايوه قرر ان هو يضحي بنفسه علشان صديقه هيبيكي اللي بيوصل في نفس الوقت اللي هما بيطيروا فيه. بيحاول يوقفهم، ولكن أليك بيبتسم له ابتسامه الوداع، وبوم بيفنجر نفسه بأليك. هيبيكي بيفضل يعيط، ولكن الصدمه اللي ما كانش حد متوقعها، ياماتو بينزل قال له انت ازاي لسه عايش؟ انا قتلت الجميع، لقد حان الوقت. العالم من حواليهم بيبدا يتدمر، وعلشان ما يخليش الواد يتتبعه بيستدعى شياطين ويتكفلوا بيه. بيوصل لأوضة الانتقال الآني وبينتقل. الواد بقى بيحاول يتصدى للشياطينين ولكن مش قادر، بيتحصر وخلاص هيموت. بس في لحظة دايتشي بيتدخل وبيحميه، وبيكون مع نيتا اللي بتستدعى شيطانها، وبيقولوا له احنا هنتكفل بالوضع هنا، روح انت بقى ورا نايتو ووقفه مهما يحصل. الواد كان رافض في البداية، ولكن في النهاية بيوافق وبيتحرك فعلا، وهو عمال يعيط لانه شايف اصدقائه بيتلاشوا مع الفراغ، وهو لازم يكمل في طريقه. الاتنين بيختفوا بشكل كامل، ودوت بيوصل عند البوابة وبينتقل لعالم المجن. نايتو كان مستنيه اللي بيقول له انا هقتلك ومحدش يقدر ان هو ينقذك، لان مفيش غير انا وانت هنا، واللي هينتصر في المعركة ديت هيكون هو المسيطر على العالم. الاتنين بيستدعوا شياطينهم، ومن غير رغي كتير بيشتبكوا مع بعض، والتصادم ما بين الاتنين بيكون خارق للطبيعة. هيب بيتكلم اخيرا وبيقول له انا مش هسامحك على اللي انت عملته، انا مضطر اعمل كده علشان جنس البشر يعيش. فبيقول له انت كذاب، انت عايز تحقق هدفك وفيها ايه يعني؟ وبيزود من رتم الهجوم، واللي على اسر ذلك بياكو بيبعد عنه، ما بيدروش اي فرصه يتدارك الامر، وبيهجم عليه بسحر النار. بس قبل ما يوصل له بيقدر ان هو يتصدى ليه. اللي الشباك بيستكمل، والاتنين عمالين يتكلموا مع بعض. انا هنشئ العالم الجديد، انا هعيد صياغه كل شيء، ما انت لو عملت كده البشريه كلهم هيكونوا عباره عن دميه في ايديك، ما هو دوت المطلوب. ما انت لو صنعت العالم دوت ما حدش هيكون سعيد. بيكون مستني منه اي اجابه فما بيلاقيش. في الاشتباك ما بين الشياطين بيكون خلاص وصل لذروته، وقبل ما نايتو يديله القضيه بيفتح الحوار من تاني، وبيقول له سيبك من اللي انت عايز تعمله، انضم للعالم بتاعي، خليك جزء منه، انا عايزك تكون معايا. الواد بيفهمها وهي طايره، وبيقول له انا عارف انك كنت وحيد طول الفتره ديت، اوعدك ان انا مش هبعد عنك، دي طريقه تفكير الضعفاء. فبيقول له فين الضعف في كده؟ فاكر المره اللي انت انقذتني فيها؟ فبيقول له فيها ايه يعني؟ لا فيها كتير. فاكر لما وصلت لك رساله من البرنامج ان صاحبك هيموت، رغم ان الاشعارات بتوصل للاصدقاء وبس؟ الواد بيهنج وما بيكونش عارف يقول ايه. وفي تلك الاثناء بياكو بيقدر ان هو يدمر شيطانه. الواد بيطلع دم من بقه وبيقع، وشكله كده جاب اخره، اللي انه بيدوس على نفسه وبيقول له انا هقتلك، وبيستدعى الشيطانين الجداد وبيدمجهم مع بعض. ايوه ديت ميزه موجوده في التطبيق، اللي بصرخه واحده منه بيجيب الواد على الارض بيهجم عليه. هيبيكي بيحاول ان هو يتصدى للهجوم ولكن مش عارف. ديت النهايه، اخيرا انا هصنع العالم المنشود، وبيهجم عليه. ولكن طبعا زي ما انا وانت عارفين ومتوقعين، شيطان دايتشي بيظهر وبيتصدى للهجوم. لا وكمان بيوصل اشعار للواد على البرنامج اصدقائك بعتوا لك كل شياطينهم. هيبيكي بيعيط من الفرحه وبيقول له هي ديت قوه الاصدقاء يا نايتو، وبيستدعى شيطانين وبيبدا يدمجهم مع بعض، 2 مع 2 2 مع 2 لحد ما وصل لملك الشياطين. نايتو اللي كان بيبص له بكل تعجرف دلوقتي بقى خايف، ما بيدلوش اي فرصه يعرف نقطه ضعف استدعائه، وبيهجم عليه. بيحاول يتصدى ليه ولكن خلاص يابا المعركه وصلت لذروتها، والمره دي بجد قدر ان هو يهزم نايتو. وبما ان هيبيكي قلبه عامل زي البفطه البيضه بياخده في حضنه وبيقول له انت ما بقتش وحيد، انا هحقق امنيتك ولكن بطريقتي الخاصه. وكده بطلنا هو المنتصر، وبوم كل حاجه بترجع زي الاول. هيبيكي بيروح يقعد مع ضيف القهوه واتكلموا عن الموقع الغريب وحطوا صورتهم عليه. ولما وصلوا للمحطه الفيديو بعت لهم، واللي فيه هيبيكي هيموت بشحنه ولكن بشكل كوميدي. الاتنين بيضحكوا، بيبصوا جنبهم بيلاقوا نيتا فبيتعرفوا عليها، وفجاه وبدون اي سابق انذار هيبيكي بيبدا يعيط. ايوه تذكر كل حاجه حصلت، فعلى طول بيفتح سبرنت على نايتو. قبل ما يوصل بقى احنا نروح لابطالنا اللي هم شينو ولولا وايري وجينو وما الى ذلك. كل واحد فيهم بيكون عايش في حياته الخاصه وبيعمل الحاجه اللي بيحبها. وفي غروب الشمس هيب بيوصل لبيت نايتو اللي بيكون خارج بالعربيه. السواق بيقول له انت عارف الواد دوت؟ فبيقول له لا اكمل في طريقك. ومن تحت لتحت بيبتسم له شكل كده ان هو كمان فاكر كل شيء. الواد بيعيط ولكن دي دموع
نوع الفرحة يا صديقي، والتاني بيكون عنده نفس الشعور. نسيبنا بقى من البشر ونروح للوحش أليك اللي بيكون متذكر كل حاجة برضه زي الاتنين، وبيقول فعلا يا هيبك انت اتخذت القرار الصح. وبس كده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية الانمي. عايزك تقول لي مين افضل شخصية تحت بالنسبة لك، وقول لي برضه ايه رأيك في شخصية نايتو، هل هو كان على حق ولا على باطل؟ مستني رأيك تحت في الكومنتات. وفي النهاية عايزك تعمل لايك واشتراك وشوف الفيديو دوت، ودمتم في رعاية